السلعوة في مصر، وليلس في الأساطير اليهودية، ولامشتو عند السومريين، ولاميا في الحضارة اليونانية. شخصيات مختلفة من كذا أسطورة في كذا بلد، بس أحداثهم متشابهة كتير، عن ست جميلة بتتحول لكائن شيطاني وبتغوي الرجالة وتقتل الأطفال. وهتكلم معاك النهاردة عن الأسطورة من خلال المعتقدات اليونانية. فتعالى كده أنا وإنت نشوف الحكاية من البداية. بطلة حكايتنا اسمها لاميا، ودي كانت ملكة ليبية وست جميلة جدا. زيوس لما شافها دخلت دماغه وعجبته، وزي ما احنا متعودين من زيوس في كذا أسطورة إن لما واحدة بتعجبه بيعمل أي حاجة علشان يقدر يوصل لها، وده اللي حصل. وزيوس ولاميا بقوا عشاق، وكمان خلفت منه أكتر من طفل. بس المصيبة بقى لما هيرا مرات زيوس عرفت بالليلة دي كلها، الدم فرفع عروقها وقررت إنها تهد الليلة فوق دماغهم. وكعادة هيرا المهببة برضو إنها بتسيب هباب البرك وقص المشاكل زيوس، وبتروح تنتقم من الست اللي ملهاش أي ذنب. وفضلت هيرا تتكتك وتخطط للانتقام بتاعها لحد ما جات لها الفرصة المناسبة. وفي يوم لاميا وأطفالها كانوا لوحدهم، وهيرا راحت لها. لاميا لما شافتها عرفت إن الليلة دي مش هتعدي على خير، وفضلت تترجى في هيرا كتير إنها ما تأذيش أطفالها، وإن زيس هو السبب وهو اللي غواها، وإن ده برضه كبير الآلهة وهي ما تقدرش ترفض له طلب. بس هيرا عملت نفسها كأنها ما سمعتش حاجة، ولا حياة لمن تنادي، واللي هي مخططه له هتنفذه، يعني هتنفذه. وقتلت عيال لاميا قدام عينيها. وجزئية القتل دي ليها روايتين، أولهم إن هيرا لعنت لاميا بحاجة كده شبه الجنون المؤقت، وإن لاميا هي اللي خلصت على عيالها بنفسها. بس الرواية الأكثر شهرة إن هيرا من جبروتها وقوتها خلعت جفون لاميا علشان عينيها تفضل مفتوحة وتشوف عيالها وهم بيتقتلوا، وهيرا خلصت على عيالها واحد ورا التاني قدام عينيها. طبعا لاميا لما شافت المنظر البشع ده عقلها خف، وسابت كل حاجة ورا ظهرها، وفضلت ماشية في الشوارع وهي لا مصدقة ولا مستوعبة إن ده حصل. وفضلت كده لحد ما وصلت لكهف قدام البحر وقعدت فيه. ومع مرور الوقت وقلة الحركة بيقال إن نصها التحتاني اتحول لديل تعبان، وإن عينيها لونها بقى أحمر لون الدم، ونصها الفوقاني ست زي ما هو بس عليه حرافيش اللي هو قشر السمك يعني. بس في بعض الروايات بيقال إن زيس هو اللي حولها للشكل المرعب ده عشان تقدر تنتقم للي حصل لها. وطول ما هي في الكهف منظر عيالها وهم بيتقتلوا ما كانش بيفارقها، وما كانتش حتى قادرة تنام بسبب إن جفونها مش موجودين. فزيس زي ما تقول كده صعبت عليه، قال يعني البعيد بيصعب عليه غالي، واداها قدرة إنها تقدر تشيل عينيها من مكانها عشان يعني تريح نفسها شوية. بس مع الوقت وقعدتها في الكهف لوحدها عقلها خف بزيادة، والغضب كان كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله، وبدأت تنتقم، بس للأسف من الناس الغلط. بدأت تخرج بالليل وتراقب الأطفال، وأي طفل لوحده كانت بتخطفه وتخلص عليه وتاكله. وأوقات تانية بالليل كانت بتتسحب للبيوت وتدخل للأطفال حديثي الولادة وترضعهم من لبنها المسموم. ولاميا ما اكتفتش بكده، قررت إنها كمان تنتقم من الرجالة. هي كان عندها القدرة إنها تتحول من شكلها المرعب والمخيف لشكل ست حلوة وجميلة زي ما كانت قبل اللعنة دي، وكانت بتستخدم جمالها علشان تغوي الرجالة، واللي ديله نجس وبيبلع الطعم كانت بتستدرجه وتمص دمه وتخلص عليه وتاكل قلبه. والأسطورة دي فضلت مشهورة كتير في اليونان، لدرجة إن الأمهات كانوا بيستخدموها كنوع من الترهيب للأطفال، اللي هو يعني انت لو ما نمتش بدري او خلصت الاكل بتاعك لاميا هتجيلك بالليل وهتاكلك. والاسطوره دي مصدر رعب في اليونان لاطفال كتير لحد وقتنا الحالي. ومن وجهه نظري شايف ان الاسطوره في المعتقدات اليونانيه نوع من الانعكاس عن الست الشريره الخبيثه اللي بتستخدم جمالها وحلاوتها عشان تغري الرجاله وتغويهم، وعن الراجل اللي بيجري ورا شهواته حتى لو كان متجوز، وان الاتنين في الاخر بيكون مصيرهم زي الزفت. وهسيب لك فيديو كده كنت عامله عن مغامرات زيوس العاطفية والحاجات المجنونة اللي بيعملها عشان يقدر يوصل لقلب أي واحدة كانت بتعجبه. وبس يا سيدي، هي دي كل الأسطورة.